bop bop baby do wah, doobly bop bop baby do wah, doobly bop bop baby do wah, dop dop baby do wah, doobly bop bop baby do wah, doobly bop bop baby do wah, doobly bop bop baby do wah. المصريين لما بيشوفوا حاجة عجباهم جدا مختلفة جدا بيقولوا عليها تحفة. تحفة المفروض تتحط في المتاحف، ومع ذلك هنعرف دلوقتي إذا كان المصريين عندهم معلومات كويسة عن المتاحف اللي في مصر ولا لأ. متحف أم كلثوم، متحف طه حسين، متحف أحمد شوقي، عايز أعرف مين في المتاحف دي أنت عارف مكانه جوه القاهرة؟ ممكن لا متحف طه حسين برضه مش عارف مكان حاجة من دول تقريبا. بس يعني المتاحف اللي انا بشوفها في طريقي ده اللي انا باخد بالي منه متحف سعد زغلول برضه مش عارف مكانه فين بالتحديد، بس انا عارف ان هو بيت الامه يعني من زمان. ولا عارفه ولا واحد فيهم. ما رحتيش ولا واحد فيهم قبل كده؟ لا خالص. احمد شوقي ومتحف ايه تاني؟ طه حسين وام كلثوم. متحف طه حسين؟ انا بصراحه ما اعرفش المتاحف. العناوين حضرتك يعني عندك ابو الفدا في الزمالك، ده في متحف ده في متحف ام كلثوم. تمام. عندك احمد شوقي. احمد شوقي في هنا جنينه الحريه، حديقه الحريه. ايوه. اللي هي جنب نادي نادي القاهره. تمام. اللي هو مختار التتش. ايوه. تمام. هتخش هتلاقي جوه متحف احمد شوقي. يعني متحف مختار التتش هو اللي جنب اللي جنب ايه؟ اللي هي حديقه الحريه. لا ما اعرفش ولا متحف من دول. مش عارفه عناوينهم ولا مش عارفه ان في متاحف اسمها كده؟ لا ما اعرفش ان في متاحف اسمها كده. فاكره لما تمثال رمسيس اتنقل من رمسيس؟ ده في المنصوره. راح المنصوره؟ اكيد؟ ايوه اكيد. المعلومات اللي عندي غير كده. انت ما شفتش نقله اصلا في التلفزيون؟ شفته، كانت ليله بالليل وجابوا السواق اللي نقل والعربيه وكانت مصر كلها، واللي انا عارفه ان هو راح الهرم. ايوه لا راح المنصوره. راح المنصوره. طب يعني لو طلعنا مع بعض دلوقتي المنصوره. انا شفته، انا لسه جايه من المنصوره لسه شايفاه. تمثال رمسيس؟ في المنصوره؟ ايوه والله. واقف كده في المنصوره ولا نايم؟ ايوه. طب انا هقول لك اسامي 3 متاحف كويس وتقول لي اماكنهم فين، يعني متحف ام كلثوم، متحف طه حسين، ومتحف احمد شوقي. متحف ام كلثوم في الجيزه. واحمد شوقي؟ لا ما اعرفش بصراحه. وطه حسين؟ طه حسين في الزمالك. في الزمالك، الشارع في الزمالك، المتحف في الهرم. المتحف في الهرم. تمام. المتحف المصري فين؟ المتحف المصري في التحرير. برافو. عارف ان في متحف مصري كبير بيتبني دلوقتي؟ فين بقى؟ في الجيزه. فين في الجيزه يعني؟ عند النفق كده. انا دلوقتي انا لو عشان انا كنت راجل شغال في السياحه واخد بالك ممكن اعرف الاماكن ديت بس الاجانب ما بيروحوش الاماكن دي لان ما فيش اعلانات عن الزعماء. يعني كان سعد زغلول واخد بالك، في ناس النهارده واخد بالك فاكرين سعد زغلول ده محطه مترو بس. محطه مترو اللي هي بين السيده زينب وبين الشهداء اللي هي التحرير. اظن متحف احمد شوقي في شارع مراد اظن. تمام. واعرف متحف ام كلثوم في الحلوان تقريبا يعني. تمام. ولكن انا برضو مش معنى ان انا اعرفهم كده سمعا او ان انا ما عديت من قدامهم او ان انا زرتهم مره او مرتين على الهامش. مش معنى كده ان احنا خلاص يعني نحتسب على طبقه المثقفين اللي هم بيزوروا المتاحف. المتحف القبطي في مصر القديمه. تمام. الاسلامي او عمرو بن العاص برضه مصر القديمه. لا في باب الخلق. باب الخلق. طب متحف المركبات الملكيه تسمع عنه؟ في الهرم، في الاهرامات. لا الثانيه مركب الشمس. مركب الشمس. لا دي ما اسمعش. اخر مره رحت الهرم بقى نفسها من 4 سنين تقريبا. متحف ام كلثوم. رحتوا فين هو بقى؟ اللي هو في عماد الدين. متحف ام كلثوم في عماد الدين. انا مش فاكر الشارع بالظبط. تمام. القاهرة، اللي اعرفه ان هم في القاهرة. في القاهرة. لكن ما رحتش اي واحد فيهم قبل كده عشان تعرف ما رحتش الا المتحف المصري في القاهرة في التحرير. في متحف مشهور في الدقهلية؟ دار ابن لقمان في الدقهلية. ده عبارة عن متحف؟
تقريبا يعني الى حد ما هو عامه ليه نبذه تاريخيه ان اللواس التاسع الاسر في دار أسر فيها، الرحمن في المنصوره. bop bop baby do wah, doobly bop bop baby do wah, doobly bop bop baby do wah, dop dop baby do wah, doobly bop bop baby do wah.